أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لحظة تقدير. في هذه الحلقة نتناول الأسباب التي أدت إلى إنشاء جائزة تقدير. تأسست الجائزة لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية في مجال رعاية القوى العاملة، وتهدف الجائزة إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن صداقة للقوى العاملة، حيث تسعى الجائزة لبناء أفضل العلاقات بين الشركات وعمالها وموظفيها، بما يسهم في تعزيز سمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل. وتعمل الجائزة على تعزيز جودة حياة العمال وتحسين رفاهيتهم، وهذا يتضمن رفع مستوى الممارسات العادلة في مجال حماية الحقوق. ضاف إلى ذلك التأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال رعاية القوى العاملة وحفظ حقوقهم وفق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية. جدير بالذكر أن جائزة تقدير يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تكريم القوى العاملة والشركات المتميزة. شكرا على متابعتكم. كان معكم عمر، المذيع الآلي في تلفزيون أوميديا الافتراضي.